السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة بتجيلنا كتير قوي. أهم سؤال فيهم هو إيه؟ إن أسعار العربيات هترخص ولا لأ هتفضل زي ما هي؟ السؤال ده طبعًا بيهم أي حد له علاقة بالعربيات أو متابع العربيات، أو ممكن كمان الناس اللي مش متابعة العربيات قوي ماشي، بس بتحب مثلًا تعرف ما بالعلم بالشيء. بُص يا صاحبي، أول حاجة ما فيش حد هيقول لك، يعني ما فيش حد هينجم وييجي يقول لك لأ أسعار العربيات هترخص، لأ استنى، لأ ما فيش الكلام ده كله. هي بس تبقى إيه، توقعات أو مثلًا بناءً على كذا حاجة إيه في السوق. بمعنى، ركز معايا. أول حاجة طبعًا الاقتصاد نفسه، يعني دلوقتي الاقتصاد بتاعنا ما شاء الله بدأ إن هو يتعافى، ماشي، فسعر الدولار بعد ما كان قبل كده وصل لحوالي مثلًا 50 وكمان عِلي، كان وصل 60 وكان كمان في كلام إن هو يوصل كمان 70. فطبعًا في توكيلات وفي معارض تقول لك أحطاط ومش أحطاط، ماشي، والحاجة مثلًا بدل ما أنا هابيعها دلوقتي ب1.000.000 تمام، عشان أنا أصلًا جايبها مثلًا ب600، ماشي، عشان كمان هتغلى بعد كده، عشان لمّا آجي أجيبها بعد كده تاني هاجيبها مثلًا ب800، فأمّا آجي أبيعها ب1.000.000 أو 1.100.000 وهكذا. فطبعًا سعر الدولار لمّا قَل بقى 50، فالدنيا إيه، قَلِّت، تمام. طبعًا متوقع الأيام الجاية صعب الحاجات دي، يعني سعر الدولار خلاص هو ثابت عندك، تمام، بس يعتبر سعر الصرف بتاع الدولار والحاجات دي كلها مستقر، فالحاجة دي إيه، حلوة جدًا بالنسبة للأسعار. دي أول حاجة. تاني حاجة الضغط نفسه على عربيات الزيرو. يعني إيه الضغط على عربيات الزيرو؟ يعني دلوقتي نزل ييجي بُص 200 موديل، 200 براند عمّال ينزّل، هو يعني معظمهم صيني، معاك معظمهم صيني، بس في نفس الوقت شوف أنت دلوقتي كام براند، كام طراز تبع براند، ماشي، اسعار عامله ازاي، كام مثلا اصلا يعني ايه، التصنيف نفسه، كام عربيه في كل تصنيف. يعني مثلا في السيدان كام عربيه، في مثلا في الاس يو في، في الاس يو في ميد سايز، في الاس يو في مثلا الكومباكت العاديه، الكروس اوفر السب كومباكت، ماشي، في ريف نزل، في اي في نزل، ففي تصنيفات كتير. الحاجات دي كلها برضو بتضغط على الايه، على العربيات. بمعنى انت النهارده عندك مثلا في الفئه الاقتصاديه ما عندكش زي الاول مثلا نيسان صاني وشيري اريزو والاكسنت ار بي، لا، عندك التالية، انت عندك البايك يو 5 بلس، تمام، عندك مثلا الساجة، عندك الكلام ده كله، ماشي. مثلا الاس يو في عندك كتير. الريف برضو بدأ ينزل وبدأ يسمع، بدأت اسعاره مثلا تبقى قريبة جدا من اسعار البنزين. يعني مثلا الريف دلوقتي في عربيات عندك في الريف مليون 145,000، البنزين مثلا مليون 200,000 زيه، 7 راكب الاثنين. يعني الكابتيفا مليون 200، ماشي. الاي 5 اللي هي العادية، الدي اف اس كي، ماشي، الاثنين بكام؟ التانية مثلا من يوم 145، فالاسعار متقاربه. فهنا في ضغط، مجرد ما ينزل حاجه تضغط على الاولانيه، خلاص الاولانيه بتبدا انها ايه، تقلل السعر بتاعها. العربيات بتنزل، ماشي، بينزل كذا براند، فالعربيات الايه اللي موجوده بتبدا انها تخفض، التوكيلات غصب عنها بتخفض، المعارض بتخفض، تمام. دي برده حاجه تانيه. حاجه ثالثه مهمه جدا وناس كتيره جدا بتفضل تتريق عليها وتقول لك يا عم بلا مش ناقص وجع قلب، ما التجميع محلي. هو التجميع المحلي، التجميع المحلي يا جماعه بيضمن لك، التجميع المحلي بيضمن لك عربيه تكون موجوده، قطع غيارها موجوده، تمام، من غير ما تروح تلاقيها. فالتجميع المحلي مهم جدا وحلو جدا وبيرخص اسعار العربيات. ليه بقى؟ لان بنسبه كبيره جدا خلاص التوكيلات كلها بدات دلوقتي لما تنزل عربيه تجميع محلي تبقى ارخص من العربيه المستورده بالكامل من بره. خلاص معروفه. الاول كان في كلام ان لا ازاي بتبقى الاثنين قريبين من بعض في السعر، لكن دلوقتي خلاص الحمد لله بقى التجميع المحلي ارخص من العربيه العاديه. التجميع المحلي موجود، مكوناته موجوده هنا، تتكلم مثلا في نسبه 40 ل 50% المكون بتاع العربيه، فبتلاقي العربيه وتلاقي لها قطع غير متوفره. فدي كمان بتخلي اللي بيشتري اللي بيجيب عربيه من بره بيبقى خلاص عارف، طب انا مثلا النهارده هجيب عربيه قريبه من التجميع المحلي، طب ابيعها بكام؟ لازم يا جماعه هم بيعملوا حسابهم ان هم لما يجوا يبيعوا عربيه يبيعوها قريبه من السعر اللي موجود، ان ما كانش كمان اقل من السعر اللي موجود، عشان يبدا يضرب العربيه اللي موجوده. فطبعا التجميع المحلي دي حاجه كويسه جدا. كمان في حاجه ثانيه او حاجه رابعه بقى، اللي هي ايه؟ اللي هي الظروف نفسها العاديه، ظروف السوق نفسها اللي بنتكلم دايما فيها، ان احنا دايما متابعين مع بعض ظروف السوق. فالفتره اللي جايه يا جماعه قول مثلا من شهر 2 او شهر 3 ان شاء الله، خلاص داخل عليه في الموسم بتاع شعبان ورمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين مقدما. فالاوقات دي بتبقى فيها يعتبر الايه، في كاسات في البيع والشراء. فالوقت ده ممكن تلاقي فعلا في تخفيضات على العربيات عشان عايزين يبيعوا. طب ما هو انت يا صاحبي دلوقتي كنت تتوقع ان دلوقتي النيسان صاني ب 600 حاجه و40 الفئه الاولى مانوال، سيبك خالص من اوفر برايس. اوفر برايس ده خلي بالك مسؤوليتك انت اولا واخيرا، لو ما اشتريتش باوفر برايس مش هيتباع العربيات وغصب عنه هيشيل اوفر برايس، اتكلمنا في الكلام ده قبل كده كتير. فانت برضو عليك عامل مهم جدا في حوار الاوفر برايس. بس احنا بنتكلم في ايه؟ في ظروف عامه. ظروف عامه اللي هو ايه؟ النهارده مثلا شهر 4 ده او شهر 3 وشهر 4، لا الشهور دي بتبقى فيها كساد بيع وشراء عامه، فيبتدوا ان هم ايه، يعملوا تخفيضات. في برضه حاجه كمان، خبر احنا سمعناه قبل كده بس مش عارفين يعني صحيح ولا غلط، يعني اللي هو ايه، ان مصر هتجمع اصلا عربيات كهرباء. لو جمعنا عربيات كهرباء بغض النظر عن هننجح او مش هننجح، لو نجحنا ان شاء الله باذن الله، يعني مش هنقول لو نجحنا ان شاء الله، مثلا هتبص تلاقي عربيات الكهرباء لما تنزل لك هتبقى رخيصه.
هترخص. يعني طبعا عربيات الكهرباء اسعارها في العلالي، ماشي. طب لا قدر الله ما فيش مثلا نجاح ولا حاجه، هتلاقي خلاص ما فيش ايه، كانك ما سمعتش الخبر اصلا. فدي حبه عوامل لما تشوفها كده مع بعضها تقول اه العربيات هترخص. ليه؟ لان زي ما قلت لك في اول الفيديو، لو انا جيت قلت لك النهارده لا الاسعار فعلا هترخص وانزل اشتري والكلام ده كله، يبقى انا بضحك عليك. اي حد بيقول لك كده يبقى بيضحك عليك. ليه؟ لان هو مش هينجم، مش هيشم على ظهر ايده. هو بناء على مثلا كذا عامل في السوق بالخبره والكلام ده كله يبدا يقول لك خلي بالك ده لسه الاسعار هترخص، اصبر، استنى، ما تستعجلش. لكن دايما اللي احنا بنقوله ايه؟ انت عايز يشتري ولا ما يشتريش؟ اصل هو اللي بيسال مثلا، اللي بيسال انا عايز مثلا اعرف هترخص ولا مش هترخص، بيسال عشان يشتري. فالسؤال بقى الصح او السؤال اللي بيوديك، يعني الاجابه على السؤال ده بتوديك لحاجه ثانيه. طب اشتري ولا لا؟ بص حضرتك، هو تشتري او ما تشتريش ده قرارك انت. بمعنى النهارده انت خلاص معاك ثمن العربيه، ورحت اتفرجت على كذا فيديو ليها، واقتنعت بيها واستخرت ربنا، تمام، وخلاص انت في دماغك تجيب العربيه، خلاص اشتريها، محتاجها ضروري اشتريها. لكن انت دلوقتي مثلا لو ده كله بس انت مش محتاج العربيه، عندك عربيه ثانيه، خلاص استنى لو عرفت او لو اتاكدت ان الاسعار هترخص. لكن لو انت بالنسبه لك شايف ان الاسعار ايه، لا والله ما هي حتى لو رخصت بعد وقت معين، ما برضه انا ايه، ممكن الفلوس اللي معايا تضيع، ممكن اصرف فيها الشيء الفلاني، فخليني اجيب عربيه عشان بعد كده ما ارجعش ان انا ايه، اندم ان انا ما اشتريتش. بس لكن تقول لي تشتري او ما تشتريش، انا مسؤوليتي مش ان انا اقول لك اشتري او ما تشتريش، انا مش تاجر. انا بجيب العربيه هنا على القناه بفرجك عليها، شوف انت العربيه اتفرج عليها معايا، ماشي. اللي عجبك عجبك، اللي ما عجبكش برضه عادي جدا. مثلا لما اجي اقول لك العربيه دي فيها الشيء الفلاني، فيها الشيء العلاني، العربيه دي كويسه مثلا في الشيء الفلاني، برضه من خلال خبرتي. لكن اجي اقول لك اشتري او ما تشتريش، ابقى بضحك عليك. اجي اقول لك العربيات هترخص او مش ترخص، برضه ابقى بضحك عليك. برضه حاجه متعلقه بنفس الحوار ده، مفيش حاجه اسمها يا جماعه عربيه هتنزل ب 400,000 و500,000 والكلام ده كله. ارخص عربيه في السوق دلوقتي اللي هي سوزوكي اسبريسو، انا شفتها من كام يوم في معرض الطارق. العربيه دي يا جماعه كان في حد بيتكلم عنها على الفيس ان توكيل الطارق قال له ب 700 وشويه، 700 وشويه سوزوكي اسبريسو، اللي هي بالظبط مثلا السوزوكي اسبريسو دي مثلا ممكن تكون نص العربيات الاس يو في، ماشي، ابن الصلصه دي. بعيد عن الاسبريسو بقى وبعيد عن المكياط والكلام ده كله، خلينا في الايه، في السعر نفسه. دي ارخص عربيه تعتبر في السوق، او دي مثلا ارخص عربيه اقول البورتون ساجا 600 وشويه. فازاي عربيه تنزل من بره ماشي ب 400 وشويه، او ب 400 او ب 500 او حتى ب 600؟ مفيش الكلام ده. فاي حد هينزل عربيه جديد يجي يقول لك بص العربيه دي هتنزل بكذا، اقول له استنى، مفيش الكلام ده كله. ارخص عربيه في السوق 600 وشويه اللي هي البورتون ساجا، وفيها موتور كذا كذا، وفيها بتفرج لها قبل كده على كذا ريفيو. العربيه هتنزل مثلا باللي انت بتتكلم عليها، هتنزل بايه؟ هتنزل بكذا كذا كذا، لا دي اخرها مثلا تبقى 700. لازم تبقى انت قاري اخبار السوق عشان محدش ايه يضحك عليك. لا مفيش حاجه اسمها 500 والكلام ده كله. اقل واجب في السوق دلوقتي 600 وشويه، فلو نزلت حاجه زيها ممكن تبقى 600 وشويه، لو نزلت حاجه اعلى منها اكيد تبقى اعلى منها في السعر. بس كده يا صاحبي، احنا هنا برضو ايه، بنتابع معاكم اسعار العربيات، بننزل لكم اسعار العربيات اول باول، بنعمل لكم برضو ريفريش كده اسعار العربيات كل شويه، عشان برضو تبقى انت عارف اسعار العربيات. عشان انا متخيل او احنا عارفين او احنا متاكدين ان اسعار العربيات بتهم اي حد. اي حد عايز يسال على العربيه بيجي يقول لك، عايز يسال على العربيه يقول لك سعرها كام بكام. دي اهم حاجه في العربيه، بعد كده يبدا على ايه، يسال على امكانياتها. بس كده. لو عجبك الفيديو بقى دعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله مع فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.